السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا حابين بس نوضح فكرة الاتحاد الأوروبي أو قطر الاتحاد الأوروبي. في منه نوعيتين عندنا، نوعية بفلاشة ونوعية بدون فلاشة. ده اللي من غير فلاشة، ده مش النوعية العالية كمان. لو أنا جيت أبص دلوقتي مثلا على الضغط والسرعة، بص حضرتك أهو. أنت متخيل بتنزل إيه؟ 5 أو 4. أنت متخيل مش بال10. الناس اللي بتتكلم بتقول لك الضغط وهمية والسرعة وهمية. لا يا فندم انت بس مش فاهم، انت ما عندكش خلفيه كبيره. الناس اللي بتقول لك لازق ايدينا غلط، لا يا فندم عشان العربيه بتاعتنا مخرمه وعاملين لها ارتباط هنا، ودي في جميع لغات العالم ما تمسكش العربيه. ليه ما تمسكش العربيه؟ عشان بص حضرتك القطر او الماكينه اكس وواي. انت كده هتغير الاكس والواي، يعني انا مثلا لو جيت هحرك الماكينه الاكس والواي دول بيبانوا عند حضرتك على القطر عندك. مش معظم القطرات لان ده وضع مختلف شويه. ده بقى اللي هنتكلم عن الوفان الاوريجينال يا جماعه او الوفان الاتحاد الاوروبي. اهو بص حضرتك اهو مشى بكام سنتي؟ اهو اديتك هنا مسافه قص 9.1 اهو شوف لما اهو كده حضرتك فهمت انا بقصد ايه؟ ده فكره ان القطر الاتحاد الاوروبي. والناس اللي كانت بتسال على الصوت وبتقول لك الصوت بتاعه عالي وكده اهو يا فندم الصوت بتاعه اورجن تيست اهو سامع صوته؟ اه تيست تاني تيست تاني. طب ما نحسش ان مفيش هنا زرار، مفيش هناك زرار، بيشتغل على حساسات. بمجرد ما يوصل هنا هيخبط، بمجرد ما يجي هنا اهو من غير زرار اهو. شفتوا واقف ازاي؟ سمعت صوت المكنه؟ فالنهارده لما اجي اتكلم اقول ان انا عندي 30 وعندي 60 وعندي 120 وعندي 160. براند رفاين اسمي اهو على الصاجه على الكرتونه تحت كتالوج اهو. السير الماستر بتاعنا اهو تمام الكلام. بيشتغل على الماك، يعني في ناس ما بتعرفش تشغله على الماك او القطارات اللي في السوق ما بتشتغلش على الماك اهو يا فندم. طيب نعمل اكتر من كده، بنحاول نجتهد عشان نوصل صدقوني يا جماعه ده مجهود كبير بنسافر له، بندفع عليه تكلفه، بندفع مصاريف، بنبات في المصانع مع المهندسين عشان يشرحوا لنا ونفهم اكتر. ده كده فكره القطر بلوطه. او ردا على المستوردين اللي بيقولوا الكلام ده خاطئ. لا انا صورت لك الشاشه، صور انت شاشتك اللي هي احلى شاشه في الدنيا وارفعها. يعني في المستوردين النهارده بيجيبوا المكن ده ويقول لك ده الاصلي. ايوه الاصل ايه؟ الاصل بيجو ولا الاصل مرسيدس ولا الاصل ايه؟ يقول لك الضغط يا فندم كل قطر وكل شركه لها مستوى. ستايل قط الناس مطورين عليه وبيشتغلوا ضغط 2000 وهم برضك. تنس الضغط 1000 وهم برضك. طب هولاند اللي ضغطته 60 وسرعته 40 وهم برضك. حضرتك بس عشان ما طورتش في منتجك او ما اشتغلتش على منتجك او ما سافرتش رحت المصانع واشتغلت عليه وبذلت مجهود وطاقه ترفع جودتك وتعمل براند تشتغل عليه. بس انت شايف ان كل الناس كده. لا يا فندم كل حاجه قدام حضرتك، وادي الشاشه بتاعتنا اللي حضرتك بتقول الشاشه بتاعتك افضل شاشه في الدنيا. انا بس ماليش دعوه بمنتجك، ولكن انا شرحت كتالوجاتي، السيل ماستر بتاعي، الماكينه بتاعتي، واتمنى للجميع التوفيق. شكرا جزيلا.